حياكم الله، شلونكم؟ شخباركم؟ ان شاء الله بخير. فيديو جديد ان شاء الله راح ينال اعجابكم. طبعا اتمنى شيء البسيط قاعد اقدم لكم بالقناه تستفادون من يمه، ولا تنسون لايك واشتراك بالقناه حتى يوصل اكثر عدد من الناس ويستفادون من هذا الفيديو. طبعا هواي راسلوني رادوا من يمي اشرح لهم شنو الفرق بين الكنديسرات، وهذا الكنديسر يرهم لهذا الجهاز او لهذا الجهاز. فان شاء الله بهذا الفيديو راح اشرح لكم بصوره مفصله شنو الفرق بين الكنديسرات ابو الواير، الكنديسر ابو الكليبسات اثنين، الكنديسر ابو الاربع كليبسات، او الكنديسر مالت الغساله، وشنو الفرق على الكنديسر مالت الغساله واذن الكنديسرات. ان شاء الله بهذا الفيديو راح اشرح لكم خطوه بخطوه وبصوره جدا بسيطه، وان شاء الله تستفادون منها. طبعا الكنديسرات هسه مثل هذا ابو الكليبسات اثنين، هذا عندك اربع كليبسات، عندك هذا وايرات اثنين، عندك هذا مربع بس كليبسات، عندك هذا مربع بس شنو واير. طبعا واحد يجي يتساءل، عندنا مثلا جهاز مال مبردة، المبردة الماطور يشدونها الكنديسر الدائري. شنو اذا مثلا احترق عندك الكنديسر دورت ما لقيت، يصير نشد له هذا الكنديسر؟ طبعا يصير نشد هذا الكنديسر؟ طبعا يصير نشد هذا الكنديسر ايضا، طبعا يصير نشد هذا الكنديسر ايضا، طبعا يصير. هذن الكنديسرات كلهن يشابهن، ماكو فرق واحد على الثاني. الفرق انه شنو؟ مثلا عندك هذا الكنديسر ابو الاربع كليبسات، اكو اجهزه لازم ينشد لهن فد 3 كليبسات على 3 اقطاب. فشلون ننشدها بهذا الشيء؟ ما يصير، لازم ندمج الوايرات بكليبسه وحده ونشكلهن. فهذا عوضوا هذا الكنديسر بمكان الكنديسر ابو الاثنين. اذا احترق عندي الكنديسر ابو الاثنين، شلون نربط هذا ابو الاربع كليبسات؟ طبعا طريقه كلش سهله وما يراد لها شيء. اذا تلاحظون ان الكنديسر عباره عن 4 كليبسات بس، شنو يفصلهن هاي النايلونه بو على هذا الخط، هذا النايلونه الخط، معناته شنو؟ معناته هاي كليبسه وحده وهاي كليبسه وحده، هذني يعتبرن كليبسه وحده وهاي تعتبر كليبسه وحده. اذا تلاحظون تشوفون هاي اكو بيهن مبينات واكو بيهن ما مبينات. هسه هاي مبينه، اذا تلاحظون انه الحديد مدموج واحد على الثاني، هذا واضح، الحديد واحد على الثاني متصلة، اكو بي لا فوق نايلون ما مبين. فمقصد الكلام انه تلاحظون هذا الشرح، هذا معناته هاي الجهة اكليبسة وهاي الجهة اكليبسة ثانية، يعني بهاي الطريقة بهذا الشكل راح يصير. يعني راح يصير عندك هاي كليبسات اثنين تعتبر كليبسة، وهاي كليبسات اثنين تعتبر كليبسة. هذا خلصنا من يمه. شنو الفرق؟ يبقى فرق القوة مالت الكنديسر. عندك مثلا هنا مكتوب الميكروفورات، هنا تلاحظه، خلينا نوضح باعوا هاي 8 بس ممسوحة، الميكروفورات ممسوحة. عندك هذا الكنديسر، شوف هذا اليو اف، هي معناتها ميكروفورات هاي 8. هسه هذا يصير نشد لهذا، اي يصير، مع العلم انه هذا صغير هذا كبير، بس ما لنا شغل بالحجم مالت الكنديسر، لا علينا بالقوه مالته. الحجم اكو كبير اكو صغير ما لنا شغل، وما لنا شغل بالشكل، هذا مربع هذا دائري، اكو مربع. هسه مثلا هذا ايش قد قوته؟ هذا ما بيه قوه، مال مبرد اعتقد 2 بنكه 2.5. هذا هم ما بيه. المهم لازم ينمسحن ويطلعن القوة مالته. اذا كل المستخدمات عندي بالمحل حبيت اشرح لكم عليه. زين، واحد يسأل يقول شنو الفرق بين هذين الكنديسرات على الكنديسر مالت الغسالة؟ انا الكنديسر مالت الغسالة حاليا ما متواجد عندي، دخلت لكم بالمجموعة وشرحت لكم. الكنديسر مالت الغسالة نفسيته بالضبط، بس عبارة عن كنديسرات اثنين. يعني شلون؟ يعني كنديسر مطبوق بواحد، اكو جهة صغيرة واكو جهة كبيرة، اكو جهة للغسيل واكو جهة للتنشيف. مكتوب عليه الاسماء، مثلا الاحمر مكتوب ريد احمر، الاصفر يلو،
يعني تنتبهون على الالوان مالته الاسود بلاك، مثلا تشوفون الالوان شنو الموجوده به، طابقونها على اللوحه المرسومه على الكنديسر. راح تلاحظون انه مثلا الاحمر الريد والاصفر هذن الثنين مسوي لك اياها قوتهن مثلا 5. تلاحظ ال5 المن واصله للمالت الغسيل التنشيف، بمعناته الكنديسر مالت التنشيف، الوايرات مالت التنشيف اللي طالعات من الموتور تقدر تجيب لها كنديسر من فصل 5 وتشد لها، لانك مرات شنو مرات مثلا تعطل بس التنشيف ويطلع صوت الكنديسر، فانت لا تبدل الكنديسر مثلا دور ما تلقى مال غساله ب4 كليبسات ونفس القوه. انت شو تسوي؟ تفصل الكليبسات مالت الموتور مالت التنشيف، تجيب لها كنديسر 5 وتربطه مباشر ويا الموتور مالت التنشيف، وراح تشتغل عندك بصوره طبيعيه. طبعا اتمنى شيء بسيط قاعد اقدمه لكم بالقناه استفادتوا من يمه. شكرا لكم جزيل الشكر، اخوكم ميثم الموسوي.